واضحة وضوح الشمس، واضحة يا لام، واضحة. هذا أشعل اللاعب وليس على الكرة، وبالتالي ركلة جزاء واضحة تماما. الأولمبي محمد حسين يتقدم 38 دقيقة، والنتيجة هدف لمنتخبنا لا شيء المنتخب البنغالي، ومحمد حسين يتقدم لتنفيذ ركلة الجزاء لمنتخبنا الأولمبي. يلا يا محمد، هدف ثاني، محمد الثاني، جول! هدف ثاني لمنتخبنا الأولمبي من ركلة جزاء. محمد حسين، فرحة بحرينية في قطر في دورة الألعاب الآسيوية. هدف ثاني لمحمد حسين من ركلة جزاء في الدقيقة طبعا 39، في الدقيقة 39 محمد حسين بيسجل ثاني أهداف منتخبنا الأولمبي من ركلة جزاء. يلا يا شباب، المفروض يكون أداء أقوى وأداء أجمل وأهداف أكثر. شوف دائما لاحظ هذه اللوحات البحرينية، هذه الفرحة البحرينية هذه.